أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إن هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار، ولكن الدخول إليه لا يمكن أن يتم ارتجالا ولا عفوا، لا بد من التخطيط العلمي والبرمجة القائمة على أساس من فهم ما نريد وإدراك موكب التحضر الإنساني وقيم الحياة الحضارية. أما بالنسبة للجانب الثاني وهو التمويل للخطة الخمسية، فلا بد أن يستقر في الأذهان أننا اليوم دولة مهما كانت ظروفنا، ومعنى هذا أننا لم نضع خطتنا الخمسية لكي نقول لغيرنا تفضلوا فاعطونا، بل على العكس وضعنا خطتنا لنقول لأنفسنا نحن اليمانيين المسؤولون عن تنفيذ هذه الخطة، فهي تخصنا وتهدف إلى تحقيق الرخاء والسعادة لنا.